غزوة الأشراف هي إحدى المعارك الهامة المرتبطة بثورة البربر، والتي حدثت سنة 740 ميلادية، وانتهت بنصر كبير للبربر بقيادة خالد بن حامد الزناتي ضد قوات الأمويين بالقرب من طنجة. قتل في المعركة عدد من أشراف المسلمين، لذا أطلقت المصادر العربية القديمة عليها غزوة الأشراف. أصبح شمال إفريقيا إحدى ولايات الدولة الأموية بعد الفتح الإسلامي للمغرب، إلا أن ثورة محلية بين البربر قامت ضد حكمهم في أوائل 740 ميلادية في غرب المغرب، اعتراضا على الضرائب التي فرضها عليهم عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقيا تحت تشجيع من علماء الخوارج الصفرية. بدأت الثورة تحت قيادة ميسرة المطغري، ونجحوا في السيطرة على طنجة ومعظم غرب المغرب. تزامن ذلك مع خروج جزء كبير من جيش الأمويين في إفريقيا في حملة على صقلية بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهري. ومع وصول أنباء التمرد، أمر عبيد الله بن الحبحاب قائده حبيب الفهري بالرجوع على عجل. في الوقت نفسه أعد عبيد الله حملة أخرى من الفرسان فيها عدد من أشراف مسلمي إفريقيا، يقودهم خالد بن أبي حبيب الفهري، للتوجه في الحال إلى طنجة لإلهاء البربر ريثما تصل حملة صقلية. كما أرسل جيشا آخر إلى تلمسان بقيادة عبد الرحمن بن المغيرة العبدي لإيقاف البربر إن تمكنوا من تجاوز الحملة الأولى نحو إفريقيا. المعركة: واجه جيش ميسرة جيش خالد الفهري بالقرب من طنجة، وبعد اشتباك بسيط تراجع ميسرة بالقوات. أما خالد فبدلا من مطاردة قوات ميسرة تمركز بقواته في انتظار التعزيزات. جمع البربر شتات فلولهم وقتلوا قائدهم ميسرة دون أن يذكر المؤرخون سببا واضحا لذلك، ونصبوا خالد بن حامد الزناتي قائدا عليهم. ذكر ابن خلدون أن خالد الفهري بعد مواجهته للبربر تمركز بالقرب من وادي الشلف، وهو ما لا يرجحه المؤرخون المعاصرون، واعتقدوا أن ما قصد وادي سبو القريب من طنجة. أما شهاب الدين النويري فقد ذكر أن المعركة وقعت على أسوار طنجة. قرر خالد بن حميد الزناتي الإسراع بمهاجمة جيش الأمويين قبل وصول المدد إليهم، وتمكن جيشه من سحق جيش الفهري، وأوقع بهم مذبحة عظيمة راح فيها عدد من أشراف إفريقيا. ما بعد المعركة انتشر الذعر بعد خبر مقتل أشراف إفريقيا، وأتبع ذلك أعمالا انتقامية من قبل جنود جيش ابن المغيرة المتمركز في تلمسان، حيث أوقعوا مذابح بين رجال الدين الصفريين في المدينة، مما أغضب السكان المحليين. وصلت حملة صقلية متأخرة، فوجدوا المجزرة قد حدثت، وقرر حبيب بن أبي عبيدة الفهري التمركز في تلمسان والإرسال إلى القيروان لطلب المدد، والذين أرسلوا بدورهم لطلب المدد من دمشق، إلا أن حبيبا وجد المدينة قد انتقضت على جند ابن المغيرة، فقتلوهم وشردوهم بعدما قتل أولئك الجند عددا من رجال الدين الصفرية. سمع الخليفة هشام بن عبد الملك بالأحداث، فأرسل جيشا من جند الشام قوامه 30,000 مقاتل يقودهم كلثوم بن عياض القشيري، والذي ولاه هشام على إفريقيا بدلا من ابن الحبحاب في أوائل سنة 741 ميلادية. والتقى هذا الجيش بجيش البربر في نهاية السنة في معركة بقدورة، والتي انتهت بهزيمة أخرى للأمويين. غضب بعدها الخليفة غضبته الشهيرة وقال: والله لأغضبن لهم غضبة عربية، ولأبعثن جيشا أوله عندهم وآخره عندي.
فأرسل إليهم القائد والوالي السابق على مصر حنظلة بن صفوان الكلبي، والذي تمكن بعدها من إبادة الخوارج وإنهاء ثورة البربر في بلاد المغرب في معركتي القرن والأصنام. وقيل عن هاتين المعركتين ما علم في الأرض مقتلة كانت أعظم منها. وروي أن الليث بن سعد كان يقول: ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام.